أشوف حواجبها تاتو وراح أحاول أسويها طبيعية وشعرة. ركز بالخطوات. الحين بدينا الفونديشن، خلطنا مارك جاكوبز مع شيسيدو درجتين معينة، وبحط له من قدام كونسيلر في الحواجب عشان أسوي شعر طبيعي. لبستها عدسات هاني من ميستري. راح أنزل لكم حساب اللي أخذت منها، ميما ميستري. كونسيلر حق كارولاين وبس. بمشي خفيف عشان خففت درجة من قدام من وين قرن كرون لي، وراح أبدأ أسوي شوفوا كيف شعرات بشكل طبيعي بلون خفيف. ريشة حقت بنفيت حقت الحواجب. ركزوا إني قاعدة أشتغل من وراء أول شيء. طبعا قاعدة أستخدم الفرشة حقت بنفيت والجل حق بنفيت، وبديت من هنا من الزاوية. شوفوا نقطة الانحناء من نهاية العين، طرف هنا والبداية من بداية. راح أطول الحاجب، يعني كل ما طولت الحاجب، بس طبعا مو طبيعي، كل ما طولت الحاجب كل ما طالت العين معك. شوفوا كيف قاعدة أخذ الفرشة بهذه الطريقة. أنا صدمت في ناس يمسكونها بالعكس، لا بهذه الطريقة وتحطين شعرة وراح أمشط الشعر، بس بعطيها إضاءة حقت ما كل لمعة، بس كذا لفوق. بعدين راح أخذ مسكرة بنفيت شفافة وأثبت الشعر، وهي أصلا كمسكرة تعطي فوليوم في شعرات الحواجب، تخليها كأنها كثيفة. لما رسمنا الحواجب حددنا نظفناها بكرولاين الأصفر، بعدين حطينا بودرة جيرلان فوق الحين أنستازيا الشادو حقهم راح أخذ اللون هذا النحاسي، راح أحطه على كامل الجفن المتحرك. الحين تجون بتقولوا لي ما صورت الشادو انتي، بس ما تحبين تعلمينا. ماي جاد. لما عبيت اللون هذا النحاسي راح اخذ اللون الثاني المحمر شوي، راح احطه بس على الطرف، راح احطه على الجفن نفس اللي هنا بس يا فورا. راح اصور لكم رقمها بعدين. شوفوا لما اشتغل شادو ارفع الحواجب وبس بشكل دائري. راح اخذ من نيود دبان، راح احط هنا فرشة حقت الشادو بس كيف كذا عشان ما تكون توسخ كثير. راح اركز على الرموش السفلية اكثر من اللي فوق، عشان اللي فوق راح اركز رموش اصلا. كل ما تترك الرموش هنا تروحين هنا تنشف، هذه ترجعي تصير الشعرة اقوى واسمك. حاليا طف رموش اللاين حقي. اما بخصوص من تحت الشادو حطيت لها شوي من هنا من قدام في الضيق من جوا، بس من عند الزوايا بكحل نوت. اوكي، وراح اسوي لها بالسائل جيرلان من المقدمة. يعني تحاولين تنشفينها مرة من الكحل عشانك ترسمين عند منطقة مرة دقيقة وشوي عندها زحمة شعر وكذا. أسود من دبال، بس راح أسوي كذا شادوز بس شيء خفيف من الرمش والجفن، كأنه ألاينر بس خفيف منتون. طبعا أنا قاعدتي بالحياة إنه ما قد أسوي لك ألوان أشياء، وإنه الميك اب مرة صعب. أسوي لك ميك اب أسرع خطوات وجميل. هذا أنظف بقايا الفونديشن اللي موجود بالفرشة، كان أنظف من تحت العين. نبرز الدقن وكسرت لها عظمة الوجنة من هنا، برزناها، ومن هنا التكسنس اللي من هنا راح نوضحها أكثر. حطيت لها كونسيلر فور ايفر، ومن هنا حطيت لها شيء خفيف، نفس الشيء هنا، وحطيت لها في الدقن المثلث من هنا، ونفس الشيء هنا نورت لها والجبهة بالبيوتي بلندر. الشفة بالضبط الكونتور عشان يقلب لي الشفة ويبين لي بروز اللي هنا، فراح أدمجه كلها طبطبة، ما في شيء اسمه إنه أنا أمسح.
طبعا شفت ساعتي لأنه ما شاء الله ما شاء الله عندي متابعات، قالوا لي ساعتك مقلوبة. ترى أنا مرة ما أهتم بالساعة مقلوبة أصلا، تشتغل ولا ما تشتغل، أهم شيء إنها بودر كرولاين الأصفر، المناطق اللي نورتها. صفر إبرة 52 اللي قلت لكم من محل ذبال، راح أحط فوق المناطق اللي قلتها، سويت فيها كونتور. شوفوا كيف تطبق بلشر ذبال الفرشة هذه، راح بس من خفيف فوق. ديكي راح أصور لكم رقمة، وراح أصور لكم اسمه. راح أحط بس بشكل خفيف نكح الأربن ديكي على فوق. يدي قاعدة ترجف. طيب غمضي غمضي. ايش رايكم بنات؟ مرة جميل. ايش رايك انتي؟ حلو الميك اب؟ يلا ايش رايك بالميك اب؟ غمضي من دون اي فلسفة. شوفوا سبحنا الموديل، تو اخذت شاور، مكياجي ثابت.